السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وعمر كورة عالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. لايك وشير، اللي مشترك في القناة يشترك عشان يشاهد ما هو جديد. النهاردة في كذا مباراة. يعني أول حاجة كان طبعا الدوري المصري للزمالك وسيراميكا، وفوز جديد للزمالك طبعا يستعيد به ذكريات الفوز بعد التعادل المخيب للآمال في المباراة اللي عدت أمام المقاولين العرب 2-2، وأول فوز للمدرب الجديد أوسيرو. فوز برضو يعتبر نقدر نقول عنه معنوي، اللي يعني يقرب للزمالك من المركز الرابع، وحاليا في المركز الرابع. وهزيمه فيوتشر هتخلي الزمالك طبعا يقرب، ممكن يبقى الثالث الثاني، لان الثاني هدف الزمالك. الثالث والرابع لا، الثالث والرابع يبقى الثالث ممكن يكون فضليه مثلا، لكن الرابع او لا، لان في بطل كاس ما تعرفش مين بطل كاس السنه الجايه. فالزمالك فوزه النهارده فوز هام جدا، ويعني الهدف جه بدري، لكن الزمالك ما عرفش برضه يسجل الهدف الثاني. ولكن مبروك للزمالك فوزه، هدف للجزيري. برضه الجزيري النهارده انا يعني طول عمري بقول ان الجزيري هو احسن مهاجم في الزمالك، واحسن واحد في الزمالك حاليا. يعني في احسن واحد في الهجوم، يعني مش احسن واحد، لا احسن واحد كمهاجم يعني في الجزيري. اتحاد الكره المصري او لجنه الحكام اعلنت رسميا محمود البنا حكما لمباراه الاهلي والزمالك في السوبر المصري الذي يقام يوم 5/5 في الامارات. طبعا قبل كده قالوا حكم مصري، طلع قالوا لا حكم اوروبي، لا حكم اماراتي. استقرار نهائي حكم مصري. يعني شكل ان رئيس لجنه الحكام عايز اي مباراه طرف مصري او اي مباراه تحت الاداره المصريه او لجنه الحكام او اتحاد الكره المصري يحكمها واحد مصري. النهارده في اوروبا مانشستر سيتي وارسنال، طبعا بنقول الاول والثاني، ولكن شكل شهر ابريل نحس على ارسنال. 3 تعادل ورا بعض مع ليفربول ووست هام ومع ساوثهامبتون، والنهارده هزيمه قاسيه 4-1 من سيتي. على فكره الفريق اللي عايز البطوله، البطل ما بيتهزمش كده، ما بيتعادلش 3 مباريات ويتهزم مباراه. يعني ما يخسرش 9 نقاط في 4 مباريات ورا بعض، مستحيل. البطل ده ارهق. يعني اللي عمله ارسنال في سنه كامله ضاع في شهر، هو شهر ابريل. النهارده كيفن دي بروين تخصص ارسنال 7 اهداف في ارسنال. النهارده يحرز هدفين واسيست راجل مباراه. يعني مكاسب بالجمله لسيتي. اولا هو لسه مش الاول، مش مكتوب في الجدول الاول، لكن هو عنده 73 نقطه، ارسنال عنده 75 نقطه. وليه ماتشين السيتي، يعني لو فاز هيبقى كام؟ 79 نقطه، 79 من 5، يعني فرق 4 نقاط. خلاص بنسبه كبيره جدا سيتي لن يتنازل عن الدوري الانجليزي، لن يتنازل عن الدوري الانجليزي خلاص. المكسب الثاني طبعا كيفن دي بروين زي ما قلت لك، راجل المباراه والهدف السابع في تاريخه في ارسنال، يعني اكتر ولاعب يجيب في او اكتر، يعني ان هو جاب في ارسنال اكتر هداف ليه 7 اهداف. المكسب الثالث هالاند. طبعا هالاند خلاص احنا قلنا ما حدش يقف يعني او مش هيقف على حد. هالاند الهدف ال 33 ليه في الدوري الانجليزي السنه دي، واصبح الهداف التاريخي للدوري الانجليزي. يعني من 20 مباراه من 20 فريق 38 مباراه، يعني من ساعه ما الدوري الانجليزي اتنشأ ويتلعب فيه 38 مباراه اصبح 20 فريق. كان محمد صلاح سنه 2017 2018 كان 32 هدف، كان هو الهداف التاريخي، يعني ما حدش قبليه ولا بعديه. جه هالاند وكسر تاريخ محمد صلاح والرقم القياسي لمحمد صلاح ب 33 هدف. مكاسب بالجمله ليفربول والفوز الثالث تواليا ليفربول على وست هام النهارده 2-1، ويرفع رصيده للنقطه 53 من 32 مباراه. عندك طبعا هو السادس في الدوري، الخامس استون فيلا عنده 54 نقطه، ولكن من 32 مباراه، من 33 مباراه. يعني ليفر لو فاز المباراه اللي جايه يبقى الخامس رسميا. هو صعب يبقى الرابع او الثالث. انت عندك نيوكاسل، وعندك كمان يونايتد. ونايت ليه 3 مباريات متأجلة.
عندك نيوكاسل ليه مباراتين، لكن صعب جدا ان ليفر ياخد المركز الثالث او الرابع. هزيمه اخرى لتشيلسي طبعا 2-0 على برينتفورد، طبعا وفوز انتر ميلان النهارده على يوفنتوس في نصف نهائي كاس ايطاليا، لمقابله الفائز من بكره يبقى فيورنتينا او فريق اسمه كريمونيس غدا. اتمنى ان تكونوا سعدتم بهذه الحلقه، لايك وشير ودعم القناه، المشترك يشترك، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.